السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. المهم بزاف ديال الأصدقاء ديال القناة خويا تكلمنا على مسألة ديال الفيزات، وراه شفنا بأنه يعني واحد الدولة في داخل واحد الدولة اللي هي سان مارينو اللي تعرفوها الناس هنايا، دولة في إيطاليا، يعني في وسط إيطاليا، حتى هي عندها يعني الحدود ديالها، عندنا القوانين ديالها. كاينه اللغه الايطاليه بطبيعه الحال، تهضروا تما بالايطاليه اللي هي سان مارينو كما تشوفوها معايا. المهم دخلت بحثت يعني باش نقلب على المساله، بانه قالوا لي راه ما كاينش يعني فيزا، ما دايراش الفيزا على المغرب. بيزي ان كوي الماروكيني بوسونو انتراري سينسا فيستو، يعني الدول فعلا نيت في هذا الموقع هذا دخلت شفت بانه يعني دايرين الدول للمغرب، والمغاربه يقدروا يمشيو لهم يعني بلا فيزا بلا والو. وكما تشوفوها هما هنايا يعني بلا فيزا: الجيريا، البنين، بوليفيا، البرازيل، كوريا دي السود، كوستا دافوريو، ليجيتو، غابون، غامبيا. المهم هاد الدول المهمة كما تشوفوا معايا هنايا. هونغ كونغ سوجورنو ديال 13 جورني، المهم الانسان يقدر يمشي يعني بلا فيزتو، اللي مشيت تما المهم يعطيو 30 يوم كما هو واضح هنايا. اندونيسيا، جوردانيا، الاردن، ماليزيا، المالي، نيكاراغوا، النيجر، فلبين سوجورنو ليميتاتو تا هما كذلك. فلبين تعطوك تا هما كذلك شهر، ممكن تقدر تجددها بطبيعة الحال كانت الأمور يعني متوفرة للإنسان غادي يعني بغا يدوز السياحة تمايا، ماشي مشكل. حتى الدول الأخرى كذلك ديال هونغ كونغ راه ممكن أنهم يجدوا يعني هذيك الشهر اللي عطاوك في الأول. المهم كاين ريجيوني ادمينستراتيفا ديال ماكاو سان مارينو، اللي هي الهدف ديال هذه الحلقه هذه سان مارينو، لانه الاخوان قالوا لي راه شفنا في شي فيديوهات راه بان سان مارينو يعني راه ما دايرينش فيزا على المغرب. وفعلا ملي دخلت شفت هنايا كما قلت لكم بيزين كوي ماروكيني بوسونيتراري سينسا فيزيتو، انا شفتها قلت سي سترانو، يعني مساله يعني غريبه غير هي. المهم غادي نوضحوا هذه المسائل هذه لاني بحثت وشفت يعني فعلا ما كايناش الفيزا، ما كايناش فيزا على سان مارينو، ما كايناش فيزا. ولكن قبل ما نمشيو نتكلموا في هذه المساله هذه، اولا سان مارينو ما تنظنش يعني باش غادي يعني الطائرات ربما ما فيهاش مطار، ربما ما تنظنش بان فيها مطار اللي غادي ليها. انك غادي تمشي في المطار غادي تقدر خصك دوز يعني مثلا روما ايطاليا باش تمشي لسان مارينو. كما قلت لكم كاين كذلك السنغال، سوريا، تنزانيا، تونسيا، وتركيا هي كذلك. هذو هما الدول كما تشوفوا معايا هنايا يعني اللي ما دايرينش الفيزا على المغاربه، وممكن يمشيو لهم الناس يعني بلا فيزا، بلا ما يطلبوا الفيزا ما والو، بلا تاشيره بلا والو. واللي مهمه بزاف يعني شافوها الناس بزاف، يعني قالوا ربما نمشيو سان مارينو، ممكن من سان مارينو نقدروا يعني راه حنا في ايطاليا، وسان مارينو اللي مشيتي لها راك في ايطاليا صافي. المهم على اي دخلت قلت لكم بحث وشفت يعني اللي شفت هنايا كما تشوفوا معايا: سان مارينو ماروكو، ابوليتي الفيسي توريسيتي. المهم يعني فعلا ما كاينش فيزاج، ما كاينش فيزا، فعلا ما كاينش فيزا. وهاد هاد لاكوردو اللي كان داروا المغرب مع سان مارينو، مع الدوله ديال سان مارينو، هنا كما تشوفوا لومباشاتا دي سان مارينو اروما يعني في ايطاليا. السكامبيو دي نوتي ترا لومباشاتور دانييلا روتوندارو اي لومباشاتوري ديال الرينيو ديال ماروكو اللي كان ديك الساعه حسن ابو ايوب. المهم ابو ايوب بير لابولوسيوني ديال الفيسي دي انجليسي توريسيشي اي ديبلوماتيشي تراي دوي بيز، يعني تحيدت ابوليو هاد الفيستو يعني بالنسبه للناس يعني اللي غاديين توريست، ولا كذلك يعني الدبلوماسيين وزاره وما الى ذلك، الناس اللي عندهم باسبور يعني دبلوماسي، وحتى اللي اوردينير. المهم هي المهم كما تشوفوا هنايا: possono entrare nel territorio dell'altro stato per ragioni turistiche per un periodo massimo di 90 giorni. ممكن الانسان يدخل تما كما هو واضح هنايا ماسيمو 90 يوم، يعني 3 شهور هكاك يقدر الانسان يدخل. ولكن راه باش دوز هنايا، باش دوز سميتو سان مارينو، راه ضروري كما واضح هنايا، راه ضروري انك تكون عندك فيزا وديال المهم بريفيستا ديال تراتاتو دي شينغل.
المهم الا ما عندكش هاد الفيزا ديال شينغن يعني راه خصك تاخد فيزا ديال ايطاليا بعدا هي الاولى، عاد يعني ممكن عندك الفيزا ديال شينغن ممكن تدخل سان مارينو ودوز في هذيك 3 شهور يعني توريست، ما كاين حتى شي مشكل. كما تشوفوا معايا per quanto concerne l'attraversamento in transito di uno dei paesi aderenti a tale trattato. المهم هادشي اللي كاين هادشي راه قديم يعني ماشي جديد، هاد المسألة ماشي جديدة يعني المسألة راه قديمة بزاف. هاد 30 ابريل 2013 يعني كاين هاد لاكورد وهاد الاتفاقيه هادي مع المملكه المغربيه مع سان مارينو، مع الدوله ديال سان مارينو. كما تشوفوا معايا يعني لحقاش بزاف اخوان يعني سولوا راه ناخذوا فيزا، هي راه تاخذ فيزا تقدر تمشي تما يعني ما تحتاج كاع فيزا، ما كاين لا فيزا لا والو. ولكن باش غادي تمشي لسان مارينو مثلا من المغرب باش تمشي لسان مارينو راه ما يمكنش، راه ضروري خصك فيزا شينغن، يعني خصك شي فيزا ديال شي دوله من الدول الاوروبيه، اسبانيول ولا فرنسا ولا لا ايطاليا، عاد ممكن انك تدخل سان مارينو. كما قلت لكم سان مارينو راه جات راه دوله في وسط الدوله الايطاليه. غادي نمشيو نشوفوا، نحاولوا نشوفوا في جوجل ماب هنايا كما تشوفوا معايا دابا، ندخلوا ونشوفوا فين جات سان مارينو باش نوضحوا لكم الامور مزيان. اسمحوا لي، سان مارينو يعني شوفوا هنايا انديكاسيوني هي هادي كما تشوفوا معايا هنا. نصغروا شويه يعني راه يا خوتي راه في ايطاليا، هاي حدا الريميني، قريبه الريميني كما تشوفوها معايا هنا، يعني دوله في وسط ايطاليا. يعني باش تدوز ليها راه ما يمكنش باش غادي تدوز ليها، ما كاينش فيها مطار بعدا، هي اصلا ما فيهاش مطار، وجات في ايطاليا كما تشوفوا معايا هنايا. يعني ضروري من انه يكون الانسان واخد فيزا شينغن باش ممكن انه يمشي لسان مارينو ويدوز فيها. مثلا مسموح لك انك تبقى فيها كما شفتوا معايا 3 شهور 90 يوم تقدر تبقى فيها. سان مارينو هي هذه كما تشوفوها معايا، هذه راه الدولة في وسط ايطاليا مستقلة يعني عن الحكم الايطالي، الشكل ديال كذلك ديال موناكو وفرنسا مثلا تقريبا بحال الشكل بحال لوكسمبورغ حتى هي. المهم دويلات صغيرة بزاف كما تشوفوا تقريبا مدينة ماشي دولة. المهم عندها قانون ديالها خاص، عندها دولة مستقلة بذاتها كما تشوفوا معايا هنايا. كذلك كنقولوا سان مارينو ميكرو ستاتو مونتوزو فيها الجبال وهذه الانترنو ديال تيريتوريو ايطالي. المهم بلد صغير في وسط ايطاليا كما تشوفوا معايا. عندها تاريخ ديالها بطبيعة الحال، كاين ستوريا علاش بقات يعني محتفظة يعني بالاستقلال ديالها. وكما تعرفوا ايطاليا ولا اوروبا كلها راه كانت عباره عن مملكات صغيرين، مثلا جينوفا تاهي راه كانت مملكه بوحدها تاهي مستقله بوحدها، يعني كانوا بزاف ديال المملكات في وسط البلد الواحد، يعني ما كانش ايطاليا موحده. ايطاليا ما توحدات كما تعرفوا تقريبا هذه شي 100 عام يعني باش توحدات ايطاليا كلها اللي تنعرفوها دابا. المهم بقات هاد سان مارينو كما قلت لكم بقات يعني مستقله، يعني دولة في وسط دولة كما تنسمعوا. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا خوتي، بغيتكم يعني باش تعرفوا هذه المسألة هذه ديال ان سان مارينو راه ضروري خاص يعني خصك فيزا مثلا ديال ايطاليا ولا ديال شي بلد اوروبي شينغن باش ممكن انك تمشي لها. اما باش يعني باش تمشي السفاره ديالهم مثلا ما عرفتش واش كاين كاع بعد السفاره ديالهم في المغرب، يعني باش تاخذ فيزا مثلا تاشيره راه ما كاين حتى شي حاجه من هذه المسائل هذه، وما كايناش فيزا على المغاربه، ولكن خصك توصل تمايا يعني خصك تدخل اوروبا باش تمشي لسان مارينو. هذا ما كان في هذه الحلقه هذه. نتمنى انه ما يبقاش عندكم شك في هذه المساله هذه ديال فيزا تاشيره لسان مارينو. نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.